انا توكل وانا تواكل ومفيش معجزه بتحصل لبروتات. بناء على راي الناس، وان كتير طلبوا ان احنا نطلع تاني فيديوهات مع بعض، هنطلع بفيديو اطول من اي فيديو كنا عملناه قبل كده، بس الفكره المره دي بطريقه مختلفه. المره دي هيبقى بودكاست، بس هو بودكاست حلقه واحده. حبينا مختلفين. انا حابب اقاطعك النهارده مش عارف ليه. موافقه على الفكره؟ طيب براحتك الصراحه. ماشي. طب ولا النوستالجيا كاني قاعده هنا اصلا ولا هنا. لا لو كده ماشي خلاص. هي ادتني جرين لايت، فانا ممكن اكمل بالكلام ده. في ناس بيقولوا ان احنا شبه بعض. على فكره في ناس كتيره بعتت لي بتسالني لو احنا اخوات. رديت عليه قلت لهم ايه؟ ازاي؟ يعني ازاي؟ معرفش. ايوه على فكره انا بدات اشوف الشبه شويه فينا. نضاره صح؟ بس النهارده هنتكلم عن النوستالجيا، بس مش عايزين نبقى بطريقه ليم وطريقه سخيفه. هاتي تعملي عادي خالص. وريني انت جايبه معاكي ايه. انا مش داخل وانا ايدي فاضيه. شفت البشيك بالزياده زي البيجامه بتاعتك. انا مبسوطه لا جدا. هتلاقي الناحيه الثانيه. وريني بتاعتك الاول. طيب عايزين نتكلم عن النوستالجيا، فانا جايب بوكس الذكريات بتاعي. هتفتحي ده. البوكس دي كانت عندك وانت طفل؟ انا شيك من وانا صغير على ماشي بالعلبه دي. كنت شيك جدا وشك من كده. ده الزبل جه عليا. ممكن ابدل واحط حاجتي جواها. لا وريتي جايبه بس حاجه شكلها عامل ازاي. الناحيه الثانيه والله. انا ايوه ضيعت النوستالجيا. انت مش شايفه، انت السن مش شايفه خلاص. طيب فرق شياكه تمام. لا انا عايز اطلعها. امسكي انا دي. كنت شايفه. هاتي بس دي بتاع ده داخل في زوري كانه بيذبحني. شيله انا جايب بوكس ذكريات تمام. هي جايبه شنطه زباله تمام. ومش شنطه زباله عاديه، هي عشان المستوى في العربي تمام. كاتبه ذكريات بالزال، وبعدين القاف ما كسلتش او ما كلفتش نفسها ان هي تكتب الكلمه من اول وجديد. قول لي بقى انت كويت البيجامه قبل ما تنزل؟ ده في قصه هنا تعمل ريل تمام. فكريستينا يا جماعه قررت هي تعمل حاجه تانية كده وتكتب الكاف. انت عارفه هي بالزين ولا انا جيت افتح البتاع عملت قطعتيها صح؟ مش متعوده على النظافه والشياكه طبعا. كاس الزباله دي ما تفتحيها من اي حته. انا ما كنتش عارفه ان احنا نازلين كده. امد ايدي واطلع اي حاجه. طيب اللي احنا هنعمله هنعمل ايه بالظبط؟ احنا دي علبه وائل ودي كيسي جواها ذكريات. هنتكلم النهارده على توبيك نوستالجيا، وهنعملها بطريقه عشوائيه جدا. انا هاخد حاجه من علبته وهحاول افهم ايه اللي حصل، وهو هيحكي لي حاجه عنها، والعكس نفس الحاجه. ماشي. كل واحد فينا هيطلع حاجه بتاعت التاني ويرياكت عليها هو الاول. بالظبط. استني إيه؟ مين هيبدا فينا؟ عايزه بقى نطلع صوت هيلو كده وانا بفتح العلبه الشيك دي بقى. ماشي. حسبتها وقطعتها. انت قطعتيها خلاص. طب احنا عايزين مين هيبدا، انا ولا انت؟ تعالى نلعب. عارف شيغشتاين بابيا؟ شيخ ما تمشيش مع كيس الزباله اللي انت جايباه تمام. طوبه ورقه مقص. عارف اللي هو دي؟ ايوه يلا. طوبه مين؟ فكرت قلت طيبه ورقه مقص. ماشي طيبه. طوبه بالطه. يلا بينا. طوبه ورقه مقص. طوبه ورقه مقص. ايه ده؟ ولا فاجئت نفسي. انت عملتي ايه بقى دلوقتي؟ مين اللي كسب؟ دي النار دي ولا لا ايه؟ مره كمان. أيوة. انت كسبت. أيوة. طب يلا بس يلا افتحي انت الاول. لا ليديز فيرست اتفضلي. بعد كل ده انا ليه في الكلام ده طبعا. انت مصممه تقطعي خلاص. كملي والله هديها لك لما نخلص. تحسها مش انا هشيل ده بقى. هاتي واو. انا شايفه حاجه عليها قلوب ميسيو. ممكن ابدا بده؟ ما دي هتلاقي بقى في جوابات حب هنا، وهتلاقي في حاجات كتير وصور وحاجات كتير. تحفه. انا هبدا بده. ابدأي. ايه ده طويل جدا. بس ممكن تقري من مختصر المفيد بتاعه. مختصر مفيد ايه؟ كيب ان تاتش. انت انهي واحده كانت بتاعتك؟ هو انا ما لحقتش. هو كيب ان تاتش بس خلاص خش على اللي خلصت. اقول اسمها ولا لا؟ لا بلاش. طيب في واحده زعلانه على وائل، عايزه تشكره على صبره والسبورت تشكري فيا كمان. يا ريت بقى نطفي الانوار شويه نطلع عياط. وبتثق فيه علشان هي حاسه بامان. مين بقى اللي حسسته بامان يا وائل؟ ناس كتيره من كترهم مش فاكر مين. لا بجد بس ما حدش هيصدق. دي كانت اول شغلانه اشتغلتها خالص طبعا عشان انا قديم. فدي كانت من 13 سنه. 13 سنه. وبعدين في حد كنت بشتغل معاه، فواضح ان انا علمتها كذا حاجه، فكاتبه الكلام ده بتشكرني. لا هو واضح انه كان في اكتر من بس كنت بشتغل معاه. انا مش عارفه اقول لك ازاي، بس واضح انه اكس واي بتعاكس. يعني شويه قلوب على شويه ورود، حاجات ما تدورش. مره دخلت المكتب لقيت واحده سايبه لي ورده على المكتب عندي في شغل انا برضو قديمه. ايه ده بقى؟ بس فرق السن كان كبير. ايه كام؟ يعني مثلا كنت ساعتها في بدايه العشرينات، هي في بدايه الاربعينات. كات. خلاص قلتها. بس الدور عليا. ميرسي. الذكريات تمام. بص انت اعمل كده
وبول لان هي في حاجات غريبه وفي شعر وبتاع اظن برضو ان معظم او يعني الفكره ان انت عامله ايه، حاجه جواها حاجه لا ده عشان انا كنت لما اصلا كله في الباسكت وبعدين ما كفاش. طيب دول حاجتين بقى انت كده اخدت 2 in 1. اوكي دي مش كامله، دي مش يعني خد لسه فيها بقيتها اتنين صلحها. وصلحها. ايوه انت جت تشقيني لاف مي. تمام تمام. وفي واحده تانية بقى بتقعد على الناحيه التانية. انت ايه اللعبه المعقده دي؟ والله انا مش عارفه، هو انا اتولدت لقيتها على الديسك بتاعي. دي معاها قعدها. ما ده البالانس بقى. لا انا ادخلها في المسمار اللي تحت. دي مش لعبه، دي بتعلموا الاطفال ايه؟ شوف بقى البالانس دلوقتي حصل له ايه. very disbalanced. ماشي، مين جاب لك دي؟ مين بيقول لك حبيني؟ خالص. انا حاسه انه اي حد شاف ستوري اللي انا نزلتها في فقره في حياتي على سوشيال ميديا، ده كان اول فيديو حاولت اعمله للسوشيال ميديا. فاكر اللي انا بتكلم عنه؟ ايوه صح كده جمعت. بس كنت بحاول اتكلم على اللايف بقى، هي مش بتبالانس عمرها ما بتبالانس صح خالص. دي فكره اللعبه. انا مش عارفه، هي ما كانتش بتاعتي، بس هي كانت قاعده عندي على الديسك وفكرتها ان انا حاولت اعمل بيها فيديو يعني للسوشيال محدش ميديا. جاب كان لك وحش دي؟ قوي. لا دي كانت عند جدي تقريبا وبعدين بقت باست اون من حلاوتها. طيب بص حطها على الترابيزه ده. حاضر. ايوه طيب دورك. طب استنى، انا هخش في الدوسيه. خش في الدوسيه. It's more interesting The عامة. Egyptian Language School. Yes. وائل علي الباسل KG2. انت جايب لي البيت كله. انا جايب لك البيت كله. إيه هتلاقي ده؟ بصي كل ما تفتحي حاجه هتلاقي حاجات. دي بتخش الله. دي صورة مدرسة KG2 يعني، ولا ده ايه ده؟ 3A. 3 كنت في ثالثه ابتدائي. تعرفي طلعي انا فين وسط دول؟ ممكن ارجع لك حاجتك. انا حاسه ان انت مش في الصوره. ثانيه لا لو انت في الصوره انا هخمن. انت في الصوره؟ You never know. ممكن اكون موجود ممكن ما اكونش موجود. هل انت هنا في السكشن دي؟ اكيد مش في سكشن البنات. انتوا متقسمين. خدتش بالي. طيب ممكن تكون حاجه هنا، حاجه من دول. حاجه من دول الدرجه دي. انت واحد منهم. حاجه بجد. ده ماشي ايه صح. ولا لا؟ صح. شفتي كانت تانيك ازاي؟ الحمد لله. كنت قلقانه جدا على نفسي. بس شبه ناس بس كتير. انت واضح انت واخد بالك انه متشخبط عليه بقلم اخضر كده على بقيه انتوا بتقتلهم ولا ايه؟ يعني كنت بحاول احدد انا بحب مين ما بحبش مين. والبنات كلهم مش متشخبط عليهم خالص. لا بحب البنات. ما بحبش حد فيهم. بحبهم كلهم. اوكي. دي ليها ميموري؟ دي ليها ميموري. ليه بقى؟ عشان فاكر التاريخ. دي كان اسمها ميس عزة بتاعه الماث اللي على اليمين خالص. مره كان التاريخ كاتباه ايه 22/2 سنه 2000. فانا فاكر اليوم ده كنت في كلاس ده وبفكر بقى. انا الكادر لما يجي ولابس بيجامه وماسك عروسه بشرح بيها. احكي لي عن ما علينا. ايوه. فبس كنت بفكر بس ساعتها ان لما التاريخ يبقى موجود 22/2/2022 هكون فين. واو. وكنت فين بقى؟ بالنسبه لي فيلوسوفيكال. وكنت فين بقى؟ مش فاكر، بس فاكر اليوم جه. ماشي دوري. ماشي. بما ان دي طلعت في ايدي تمام. ايدي باينه هي ايه. ايوه. مين جابها لك؟ بالك ساعه بتلعب بيها. ما تقول لي هي ايه. انت اللي عارف. دي عروسه. مين جابها لك؟ اكيد اهلي. كان عندنا كنت بلعب بباربيز كتير قوي وانا صغيره. حاجه غريبه جدا. ما يبانش عليك انك انت بتلعبي بباربيز والكلام ده خالص. كنت بكره اي حاجه بنوتاتي جدا، ما كنتش بحب خالص يعني. كنت بعيط لما كنت المفروض بقى احط مانيكير او اعمل شعري او حاجه وانا صغيره كده عشان رايحين ما اعرفش عيد او حاجه. كنت بكره كده بس كنت بلعب بدي. تخيل. طيب انا بما ان انا حرقت دي فانا ايه واحده ثانيه من هطلعها السربرايز. تاني. سربرايز كيسه. شايف حاجه ممكن كده. القهوه بتاعتي. حاضر. ده انا مش فاهمه لحد دلوقتي تمام، بس انا شايف ان حاجه ممكن تتفتح. لو عملت كده هيدلق ولا اكمل عادي؟ لا عادي. ده بقاله 30 سنه يعني اكيد نشف او حاجه. ده ايه بقى؟ مانيكير. لا مال لا. ليب جلوس. ليب جلوس بيتعلق في الموبايل. انت روشه موت من وانت صغيره. ما كنتش بستخدمه. ايه الحوار مليان ده؟ على اخر. على فكره هو لسه موجود اسمه. ما هو مليان على اخر، بس كان بيتعلق. فاكر الموبايلات القديمه بيبقى فيها خرمين كده وتعلق فيها بقى حاجات. انا كان عندي ليب جلوس. كنت فرحانه قوي بيه.
انت من البنات اللي ما كانوش بيحطوا إيه؟ مكياج بقى وهم صغيرين خالص. ممنوع صح؟ لا مش ممنوع، انا ما كنتش بحبه. وبعدين واحنا صغيرين احنا كنا مدرسه بنات راهبات، فكانوا بقى كان في اشاعه ان انت لو رحت اساسا حاطط مانيكير او حاجه كده ان هم هيحطوا صباعك في البرايه ويقطعوه. فانا اصلا كنت مرعوبه مش عايزه حد. انا فاكره انا رحت مره وانا حاطه مانيكير وكنت قاعده مخبيه اليوم كله في جيوبي عشان خايفه بس حد يبري صوابعي. محدش هيبري لي حاجه. يسالوني بقى ما بحبش المكياج والحاجات ليه. لا متعقده طبعا ما ينفعش. كل حاجه هطلعها احطها حطها هنا. هنا. طب والصور دي هنعلقها بقى وكده وميسيو. ما انا هحط ميسيو قصص كده. الحب انت دي عايز هتلاقي في كتير منها جوه. هحطها هنا كده. يا سلام. ماشي. الصوره اللي بعدها انا لقيتك على طول طبعا انا براود. انا أهو. فين؟ اهو. غلط. غلط بجد. مش انا ما تهزرش. والله ما انا. امال مين ده؟ ده مارك سمير. انا ممكن اقول لك اسم كل واحد مارك فيهم. سمير. انت تشبه وائل الباسل. كنا اصحاب بيستيز ده واحنا صغيرين. استنى طب اديني فرصه. اقول لك اسم كل واحد فيهم. لا بقى هو احنا فاضيين. احنا استنى. مش فاضيين صح؟ انت مش في الصوره. انا اللي جنب مارك. على فكره قلبي حس. ايوه طبعا عشان ماشي. كده رحت انت بصيت لسه لها مشخبط تاني. على اللي تحتيهم برضه وانت أيوة. عندك ايه ضدهم. ممكن بس اشوف الصوره التانية بس اعرف لو هم نفس العيال. بس انا عايزين نعرف انت كنت قافش على مين. هد بس انت هنا قافش على دول. انت بقى اللي تقول لي دول هم. ده هو نفس الولد. بجد؟ دي هو. صدفه. مش كده؟ دي صدفه. نفس الشعر اهو. اتمنى لك كل خير. تتفرج على الحاجات دي بقى. انا عايزه افتح اكتيفيتي تانية. استنى طب اديني افتحي حاجه فرصه تانية. عشان نريمكس شويه مع الصور. وائل الباسل اف بي كرييترز فيسبوك فيسبوك، ايه ده؟ انت عملت ايه؟ رحت ايفنت فيسبوك اكيد. ده في 2015 كان ساعتها في مصر اللي بيعملوا فيديوز كانوا 30 واحد، فعملوا لهم زي كده مؤتمر انه دول الناس الامباسدرز بتوع فيسبوك. الكلام ده كان في 2015 من 11 سنه، فلسه كنت محتفظ امباسدر فيسبوك تخيل. انت؟ انت اسمع حضرتك شايفة؟ حضرتك أيوة. كنت امباسدر فيسبوك. ايوه تخيلي بعد كده واو. هم بطلوا الشغلانه دي خالص. فنان. شكرا. فخرنا. ها ماشي. في لعبه بس خلاص لو هعمل كده يبقى مش هطلع اللعبه. لا طلع اللي انت عايزه. لا نفسي اطلع جواب حب او قصه حب. نفسي اشوف حاجه يعني. مفيش. طيب هي كانت بتتريق. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده تروما حياتي. كنت بموت في شاكيرا وانا شاكيرا؟ صغيره. كنت بموت فيها. بجد؟ كنت بحبها جدا. انتوا فيكوا كنت شعر من معلقه بعض بوستر عامة. كبير جدا. اصل ده اول كان عندي سي دي بلاير وكان اول سي دي عندي كان بتاع شاكيرا. فكنت بقعد امشي واسمع شاكيرا. بعدين هي عملت كونسرت. انا كنت صغيره قوي وقتها. ايوه انت عارفه ده كان اسمها موبينيل اللي هي دلوقتي ايوه بقت انا اصلا لسه بسميه موبينيل دلوقتي عشان ما اعرفش. انا فاتني فكره ان هو اتغير اصلا. لسه بسميه مبروك. نفس الحاجه بتضايقه. المهم حفله شاكيرا دي انا كنت نفسي جدا. ما صدقتش ان هي جايه مصر وعند الاهرامات. وكنت عندي امتحان يوميها وكنت مقتنعه ان انا مش عارفه كان عندي 8 9 سنين حاجه. مقتنعه ان انا هروح حفله شاكيرا دي لوحدي عادي خالص عند الاهرامات وارجع الساعه 4 الصبح واروح الامتحان. في سنه اولى ولا في سنه تانية. بس ما حصلش. رحت هناك وكانت واحده صاحبتي بقى راحت وقعدت تحكي لنا ان هي جت وشغلوا الفيلم بتاعها وهي وبيونسي. كنت متغاظه جدا. جت بقى شاكيرا السنه دي برضه قبل امتحاناتي. عامله كونسرت عند الاهرامات وكان عندي امتحانات. طبعا لك لغوها خلاص الحمد لله. اوكي. في نوفمبر هتلاقوني هناك ان شاء الله. ايه ده؟ كان عندي برينتر وقت كان ما عندك printer. كان كول انك يكون عندك برينتر أيوة. وكمبيوتر. كانت حاجه اكسايتنج جدا. ده زاك افرون. ووقتها هاي سكول ميوزيكال كنت بقصقص بقى الصور دي واطبعها واوزعها على اصحابي. فلو عايز واحده انا مش عايز ممكن حاجة. تاخد زاك. انا اخد زاك. لا مش عايز زاك. عايز فانيسا. طب سؤال بس. ايوه يعني يا ريت ان زوم كده انه الناس دي مش باينه. الناس دي مبكسله. انت كنت عارفه تفرقي ان هم مين يعني انا ولا اصلا بتحبي كنت كده؟ شايفاهم حلوين يعني ولا إيه؟ ماشي. على فكره كانوا حلوين ولسه ما زالوا. اوكي هاي سكول ميوزيكال طب برضه. استنى بس. هو انت بتحس مثلا الحاجات لما بتتفرج عليها كده بتحس ان هي حاجه بتزعلك ولا حاجه لما بتتفرج على الميموريز دي بتحس ان باحساس حلو؟ يعني هل فكره النوستالجيا دي بالنسبه لك حاجه حلوه ولا حاجه حزينه مثلا؟ النهارده وانا بطلع الحاجات دي انا كنت فرحان. يعني كنت مبسوط. يعني كل حاجه منهم بتفكرني بذكرى بس مفيش حاجه منهم زعلت. بالعكس كله كنت مبسوط. مش عارف دي تعرفها ايه يعني. نفس الحكايه بالنسبه لك انت لما انت بتطلعي النهارده الميموريز بتاعتك كنت مبسوطه ولا كنت زعلانه؟ كنت مبسوطه. بس انا عارفه انه مفهوم النوستالجيا اكتر كتير قوي ان احنا بنكون بيتر سويت كده. ان انا بكون عارف زعلانه انه الماضي فات يعني. أوكي. مش كده؟ فبتبقى فيها حته زعل كده. عارف اللي هو ايه؟ خد بيضحك وخد بيعيط. عارف الجمله دي؟ انت عارفه اصلا كلمه نوستالجيا هي
باديه من ايه او جت منين؟ ايه انا بسالك ايه. واحد انا عندي راي زميلي- مختلف عن رايك. ايوه قول بقى. لا انا عايز اسمع القصه دي عشان سمعتها قبل كده فمحضر اجابه تانية. لا قول. لا قولي لي بس. انت لسه قايلها لي النهارده الصبح في أيوة. التليفون ان هي نوستالجيا جايه من كلمه يونانيه. نوستوس. إيه؟ نوستوس هي كان اسمها كده، شات جي بي تي اللي كان كاتبها. يا نهار نوستوس. اسود جايب من شات جي بي تي. طبعا. اوكي ديسكليمر، المعلومات دي كلها غلط. طب وايه القصه الحقيقيه طيب؟ لا ما اعرفش ان انا سمعتها منك. قول لي. في انه هي متقسمه نصين، وان هي كلمه يوناني معناها الذكريات اللي بتزعل. يعني اصلا فكره نوستالجيا مش حاجه بتفرح، انه حد زعلان على حاجه قديمه. فدي بس انا بالنسبه لي لو ده تعريف النوستالجيا فلا، ده it doesn't go معايا، لان انا الحاجات دي كلها كانت مفرحاني جدا. ايوه. شفتي اي حاجه من الحاجات دي زعلتك؟ لا بس استنى انا هزعلك دلوقتي، استنى. مصممه. انا لقيت هنا شكلها شهاده او لعبه، انا مش عارفه. كلها ارقام. دي فيري جود فيري. انت جايب الشهاده كويسه ولا انت مزورها ولا هي كانت كده بجد؟ طب اقول لك حاجه بقى، انا بزور فيها حاجه. قولي ايه هي. يو بقى استنى. اكيد امضاء او حاجه صح؟ هتلاقي الامضاء الاولانيه مختلفه عن بقيه الامضاءات كلها. دي كل الشهادات؟ انت بتدور على شغل ولا ايه؟ جايب معاك شهادات من البيت ليه؟ يا جماعه وائل الباسل عنده بيجامه مكويه وعنده فيري جود ريزلتس وبيعرف يزور امضاء. عملت ايه بقى؟ كنت بديها لبابا، بذاكر قوي في اول شهر وديها لبابا يروح ماضي، وبعد كده اكتشفت ورق الكربون. عارفه يعني ايه ورق الكربون؟ اللي بتدوس من فوق بتدوس وبيطلع من فوق تحت. طبعا من تحت ده، واروح اعملها على ورقه تانية واروح عاكس بقى البروسيس وافضل ايه على فكره ذكي قوي فعلا. فيري جود ريزلتس. مش باين ان انا ذكي ولا ايه؟ طب وانت ليه اساسا مزورها اذا كان جايب درجات حلوه يعني؟ لا ما انا بابا كان دايما بيحب ان اطلع الاول، وده كان ولما اطلع التاني يقول لي الاول فرق عنك بايه، فقلت لا احنا هنخش بقى في ايه في المراهده دي. انا عايز اول ولا تاني. بس هو هنا مكتوب اصلا مش مكتوب اول ولا تاني ولا تالت. هنا بعدت خالص بقى. ايه هنا بعدت خالص. هنا كنت بزر بصي لا جايب 9 مثلا. هي مكتوبه فين؟ انا على فكره مش بحسها حلوه انه بحس انه مش حلو انه المدرس تكتب مين طالع الاول والتاني والتالت. طب سيبك من دي. ممكن تشاور لي بس على 9 بس ده يعني علشان انا اهو بالاحمر كده. ايوه. انتوا كنتوا كام؟ كنا 10. اوكي مش حلوه الشهاده دي يا وائل. بابا وائل طلع 9 ومزور الشهاده. لا تقول لي بات اولسو. طيب نوت بوك ديكوريشن ولا بجد بيتكتب بيه مبدئيا؟ هي جايه كده. ماشي ممكن افتح؟ يا ريت، انا جايبها عشان تفتح. اوكي اتفرج بقى على الفن. دي هنا في زو، في فيل بيضرب واحد على قفاه او بيلعبوا صلح، عارفه صلح؟ تمام. وفي حمار ماسك سيجاره، ده سيجاره صح؟ وده بيشده من بنطلونه، وواحد زعلان، وواحده انت فاهمه مفهوم الستار غلط. اللي واحد يقول لك اتس ستار يعني نجمه مش تيبيكال نجمه بجد. دول بيرقصوا في حفله. ده رقص صح؟ انت في حاجه فوق كمان، وفي ثعبان فوق. في ثعبان قلب كمان. انا كاتبه لهم تايتلز بقى. ايوه ايه دي؟ اشرحيها لي بس انا هقلب. ده فن كعيبي. ده نوت بوك الفن. بيقول لك دايما لازم يكون معاك نوت بوك على فكره في شنطتك او في جيبك، عشان لما فن مين اللي لحظه بيقول فنيه مين اللي بيضحك عليك بيقول الكلام ده؟ لما يحصل لحظه فنيه تحس ان انت ثانيه بس، لما يحصل لحظه فنيه انت حاسس انك هتطلع هتفرز فن في ايه. لا كملي بس بتتفرج على ايه؟ بقرا حاجه بس. في ايه؟ on the way to اوكي بصوا البنت بجد قد ايه منظمه. كاتبه كيكي مبدئيا، هو النيك نيم بتاعها هي كاتباه تمام. الكلام ده اتكتب في 2009 وان كاتبه I drew this on my way to راس سدر. شوف بقى اللي بعدها، استنى بقى، ما في ستوري. انتوا كنتوا بتسافروا راس سدر وانت صغيره؟ ايوه حرام. انا كنت بسافر راس البر هي كلها. ما علينا. ايه دي؟ ما انت بقى لو قلبت هتعرف التايتل بيتكتب بقى ورا الصفحه عشان تعرفوا ازاي يبقى معاكم نوته فنيه. وانت انا عايز اتكلم في ايه؟ انت واخده المايك. طب خلاص كملي البرنامج، هي هتكمل معاكم بقيه الحلقه. مش عايز. لا خلاص. كمل. لا بهزر. عادي بس كذا كومنت عايز اقوله. كملي. اتفضل. انا شايف برج القاهره الكلام ده صح؟ واو بجد شاطره ان انا لقطت في راس صدر. ايه ده؟ وانا مش شاطر بقى عرفت اطلع بالقرف ده. تمام. ده برج القاهره ودول ده بيراميدز.
ما انا بقى شرحها ورا يعني. انت مكسله تحكي صح؟ لا تعبتي؟ هي اساسا حلاوتها الاستكشاف. طيب. الاستكشاف. راس صدر، جرين صدر. حاولتي تبقي دمك خفيف صح؟ احمدي ربنا انك شكلك حلو. بجد. ايه ده بس بقى نطلع عليك ترند. تعال نفيرلك. قولها تاني بقى. قول تاني. ربنا ما يديش لحد كل حاجه. مين فينا اللي لابس بيجامه؟ جيب شعرها جنب. برضه نفس ريحه راس صدر، بس هي المره دي كانت ب 2007، القبليه كانت 2009، فانت قعدتي سنتين في راس صدر ولا ايه؟ عايز افهم. رجعت عشان اعيد النكته. يا ريتك ما رجعتي. طيب جده الزعلان ده ليه؟ لا ده بيبي وكبير في ده نفس بيبي الوقت. كمان. والله على فكره فيلم بنجامين باتن انا حاسه ان انا اللي الفته. بصوا شكله اكبر مني ده البيبي ده. فن عارف. لا ده عنا يخلص تقريباً ده. النوت بوك. لا لسه فيه. A baby's face with ايه the body of an old woman. واو دي واحده ست كمان. واو. لازم تابريشيت الفن. في فن مش بيتفهم عارف. بس دي لو اللي في بالي ماشي تمام. لا دي كويسه. طيب بعد رحله المدرسه لحديقه الحيوان she got her inspiration من مونكي. أيوة. فرسمته. وده كادر عامه سينمائي جدا. ليه بقى؟ انت قولي بقى. مقربه عامله زوم ان او عامله الفوكس بتاعك على البنانه. شكرا يا تمام. فنان. يعني قبل اختراع الموبايلات وكيكي ثانك يو. في اي حاجه من دول امضه بنك عشان بس اطلعها. اكيد لا. تمام. بتحاول تبقى روشه وتعمل نفسها امضه. تمام. على فكره انت بعت لي من قريب صفحه كده وانت بتمضي بقلم مش أنا. الجديد بتاعك. مش انا. على الاقل كنت بعمل كده في 2007. طب انت ليه بتشرحي كل حاجه بعديها يعني؟ لا بمضيها يعني. عارف لما تروح مثلا متحف وتشوف لوحه فنيه ويشرح لك الفنان عمل امتى وكذا. انا كنت بديها كده التايتل بتاعها. طب انت ممكن تمدي ايدك بقى في بوكس الذكريات. اي حاجه يعني ولا انا افتكرت أي حاجة. على حاجه. واو especially for you. انت ليه مصممه تطلعي قصص الحب بس؟ عادي اسم لولي يونيفرسال يعني مش لازم نطلع لولي. لولي شارع ايه؟ اوه you're on a date tomorrow at 6:30 لحد 7 يعني طالع ديت. طلع دي مع intercontinental reception see you there. ايه ده دي صرفه. انت عارفه انا كنت ناسي الموضوع ده. ما روحتش؟ لا رحت. انا قصد انا كنت ناسي حاجات معينه ولما فتحتها شفتها افتكرت الحاجات دي. سينما سيتي ستارز. على فكره دي قصه حب تانية جوه لولي. يعني دي قصه حب ودي قصه حب. حب. لا دي قصه حب مختلفه. واو. لا استنى بس هو انت رحت قابلت دي طيب ولا انت طبعا. يعني طنشتها لا نسيت لا. انه في ديت اصلا ورحت سيتي ستارز مع حد تاني؟ لا بس كيوت. قايله لك مفيش كلمه تشرح قد ايه انا فرحانه وانا معاك. انا I'm lucky ان انا اكون عندي راجل سبيشال زيك كده. كل سنه وانت طيب. وانت طيب. ماي سبيشال ووزي. اعمل بقى ايفكت دي خدها شكلك عايزها صح. دي قصه عارفه حزينه مفرحه في نفس الوقت. ايه اللي حصل؟ الفيلم كان وحش؟ لا دي في 2008 ماشي. دي اصلا دي ديت مختلفه عن دي. اوكي ما تقوليش بقى خلاص هي دي في زيرو. لا قولي عادي يعني. دي في 2008. ايوه كنت لسه في المدرسه وبعدين بعد ما خلصنا اخر امتحان رحنا نخش سينما في سي ستارز. حلو. سي ستارز ووكينج ديستانس من بيتي ربع ساعه. قول لنا العنوان بالظبط بس يا ريت. القديم. تمام. والبنت اللي انا كنت بحبها كانت موجوده. البنت على فكره قعدت احبها 3 سنين هي ما تعرفش موجود في الحياه يعني ما تعرفش اصلا اسمي. انا فكره فاهمين مش موجود. تمام. فانا كنت مبسوط ان هي موجوده واحتفظت بالتيكت ده. حلو. خلصت السينما كانت من 10 لحد الساعه 12 وراجع البيت فرحان بقى لو عارف ماشي في الشارع طاير بقى بيعمل كده. حلو. في حته في الشارع كده لقيت في واحد واقف بيقول لي لو سمحت اعرف النادي الاهلي منين. فانا بقى تعالى بقى وصل عليها فبلف كده بقول له بص هتمشي كده وسمعت صوت حد مقرب مني جامد. لقيت سكينه محطوطه لي هنا. والله العظيم زي ما بقول لك ايه فيلم الرعب. سكينه محطوطه لي هنا وفي واحد طلع من تحت عربيه حاطط لي سكينه في جنبي طلع كل اللي معاك. وانا لو ايه انا غلطان عشان بساعدك. استنى بس وانت اللي هو ما تاخدش التذكره مني. بالظبط. وهو بياخد المحفظه قلت له ممكن معايا كانت بطاقه موجوده فيه او كارنيه النادي سبت كل حاجه. قلت له ممكن تذكره السينما. رمى لي على الارض. لو خدها بذكرياتك المعفنه. حافظ عليها. بالظبط. لا انا ادخلها تاني. ابركادبرا.
حاجه تقيله اللي طالعه دي. دي لو عارف بتشتغل ازاي يا ريت تقول لي. على فكره كنت لسه هقول لك، انا بجد ما بعرفش، كان دايما يعملوها يفضلوا. دي كنا بنعملها في الفصل زمان واحنا صغيرين من الزهق، وبنكتب حاجات ونفضل نعمل كده، وهنا في كومبينيشن ما بين حاجات وارقام والكلام ده كله. ما تجربي كده انا رجلي تعمليها. نملت من العلبه الثقيله بتاعتك دي بجد. ذكرياتي تقيله قوي. ايوه دي ذكريات كتير، تقيله. ذكريات كتير. استني هحاول اعملها. ماشي. دي كنت بتعمليها وانتي في الفصل ولا كنت بعملها في الفصل لما يكون في مدرس بيشرح حاجه قدام، فتقوم انت بقى ايه تعمل حاجه تانية. انت كنت بتقعدي فين في الفصل؟ اوه ما كان ملاقي كرسي فاضي. ايه ده، ما كانش ليكوا اماكن يعني ثابته؟ كانوا يبدلونا كتير قوي بس أوكي. مش عارفه. بصي ما انت تقفلها الاول وبعدين انا انقي رقم. اقفل ايه، انا مش عارف اقفل حاجه. ما عشان هي فينتج. اوكي. كم مره اتطردتي من الفصل؟ ولا مره الصراحه. انت واضح انك عندك ريكوردز. انت اتطردت قد ايه؟ انا قعدت بره الفصل اكتر من جوه. ايه ده بجد؟ عامه بره انت بتعمل الحاجات دي يا بقى؟ لهوي كنت بعمل حاجات اكتر بكده. ايه ده ليه؟ بره الموضوع ممتع جدا. انت ما جربتيش المتعه دي صح؟ لا خالص. اوكي. مامتك وباباكي كانوا بيروحوا البيرنتس ميتنج؟ بس يعني كان عندنا بس للناس او لا بس ما كانش في حاجه بتحصل يعني. انا كنت بخاف يوم البيرنتس ميتنج ده. اه بخاف بجد. ايه؟ عشان مش عايز المدرسين يتكلموا عليا، مش عايزين يعني. انا كنت شقي جدا. شقي. انا ما بعرفش اقعد ساكت، ما بعرفش اقعد حتى الان مثلا، ما اقعدش على المكتب كتير، لازم اتمشى، لازم اروح اجي، انما الشغل ان قاعد ده ما بعرفش خالص. حصل مره بقى حاجه موقف كده حسيت فيه حصل فيه مشكله مع اهلك بسبب المدرسه؟ بس كنت بجري كتير ولا ايه؟ كنت عارفه تجري تروح فين؟ يعني مثلا لما حد اهلي يجي يزعق لي، يرميني بحاجه بتاع، ما كنتش بقف اجري. يرموك بايه؟ شماعات. انت ايه ما عشتيش انت فقره الشماعات دي؟ يا نهار اسود. شماعات بلاستيك، تمام؟ عارف شماعات بلاستيك لو انت لمسيها بصباعك بتتكسر، تمام؟ فالاهل عايزين يحسوا ان هم بيعملوا حاجه، فيروحوا رميك بشماعه تتكسر، يحسوا ان هو في حاجه، وفي يجي يصالحوك وانت ما كانش اصلا فيك، تمام؟ انا جيت بقى في الحته دي واطلع اجري وما حدش يجي جنبي. انا الصراحه البتاعه دي كانت ميموري حلوه، شفت قلت لك الزعل هيطلع. قلت لك انت كل ما تضغطي عليا كل ما الزعل هيكتر. اللي حصل ده وده كان انت مبتسم وانت بتحكي ايوه انا كنت بعمل مصايف في مدرسه. انا مفيش حاجه تقارن باللي انا كنت بعمله في المدرسه. انا في مره، انا بصي الناس كانت بيتريقوا على ايه؟ اول حاجه تنمر، زمان ما كانش اسمه تنمر، كانوا بيتريقوا على اسمي عشان اسمي وائل. ماله يعني؟ ما هو انا بالنسبه لي بقى كان كده، اللي هو في ايه ماله؟ الفصل كله كان احمد محمد عبد الله عبد الرحمن وائل. فوائل ده اللي هو ايه؟ ما كنتش بتطلع من الاوائل. الحمد لله انك حلوه. لا بقى. المهم فقعدت اقول لهم نو، وائل لا، وائل لا، مفيش. لحد ما مره قلت لهم يا جماعه بعد كده مش هينفع نتريق اسمه وائل لانه مذكور في القران. ويسكتوا بقى. واو. بس نقي رقم. هي شغاله هي زي الفل. نقي رقم. ده عشان صوابعك صغيره. ايه ده؟ بصي الفرق. ايه ده في ايه؟ طب ماشي 4. 1 2 3 4. نقي بقى. في كوين وبرنس وسميل وشو. برنس. مش عايز شو. اكيد مش هختار كوين. برنس بقى هناخدها. طلعت كوين اهي. الطب. خد دي دخلها بوكس الذكريات. ماشي. كيسه الذكريات بتاعتي. انا هحطها هنا. ايه ده؟ انا عملت. هاتي كده بساعدك. بس دي اول مره استخدم بوكس محترمه كده. تو مستر وائل. دي من فروم ميسز عادي. ده في فلوس. المدرسه كانت بترشيك. طب شوفي بس شكل الفلوس عامل من فضلك يا وائل ركز في الفصل. ايه ده؟ هو انت عندك كام سنه؟ Dear وائل, I can never say that I love the friend like I do love you. Best wishes من المدرسة. Friend zoned since forever. Friend zone ايه؟ ده على فكرة ده illegal. ممنوع. ما تقوليش كده. أنا دي 10 جنيه. واو. دي 10 جنيه قديمة جدا. واخدها من جدتي. من 78. فما لقيتش أعز من المدرسة اللي كنت بحبها، تمام؟ هي تفضي لي عليها فوضت لي عليها. لا في حد ماضي هنا كمان. شفت أرق الأمنيات لأغلى الناس إلى وائل. ما هي كاتباها بالعربي. ب4 ايه؟ ما هي كاتباها بالعربي. واو 2003. ده مش من بعيد قوي يعني. طيب استنى بقى. في صورة نوري صورة عادي. 23 سنة. انت مدركة؟ في حاجات كتير قوي. ايه ده؟ هي المدرسة دي لسه شغالة ولا اكيد اتجوزت حد من الطلبة بتوعها. يا رب تكون اتجوزت حد في سنها يا رب. ممكن الزرقاء. بلاش دي. دي مور كيوت. مور كيوت. اقراها. دي وائل بالدبل اي.
please forgive me for delaying your letter till now. انا اسفه ان انا اخرت الليتر بتاعك لغايه دلوقتي. الليتر انا بجد انت بجد مش عارف قد ايه وحشتني الليترز بتاعتك. وانا بجد سعيده جدا بسبب القلوب الصغيره، كانوا حلوين جدا. قلوب ايه؟ علاقه غير شرعيه. قلوب ايه؟ انا بحبك علشان انت ايوه وفي وفي. ميرسي. معروف عني وفائي دايما مع المدرسه. مع كل الناس. هو انت مش عايز ان في اي حاجه غريبه في العلاقه دي؟ لا وعمري ما هنسى صديق قريب زيك كده. شفتي قالت صديق اهو. اوعى تبطل تبعت لي جواب. بس اهو. always keep in touch ايه يا وائل؟ انا هخلي الصوره دي بدخلها عشان ما يحصلش قضايا ما هنا. تطلعيش صورتها. بدخل 10 جنيه دي كمان أيوة. محدش يشوف خطها. فوا مارك. لا خلاص بقى مش لازم. اوكي بس ده اخويا يعني، ده مش اوكي. مش حاجه bitte حرام komm زيك. zu meinen Party. يعني لو سمحت تعالى للحفله بتاعتي. ich hoffe dass du kommst. انا عايزاك تيجي. انا اتمنى انك تيجي. انا اتمنى تيجي. فون كينو ده. كينو. لا كيكي فون يعني من. ايوه مين كينو. استنى هشرح لك. شايف أوكي. الرسمه اللي انا رسمها دي؟ اطلعها عادي. اوكي. شايف الرسمه اللي انا رسمها دي؟ انا زمان وانا صغيره كان عندي توكه ابو كبيره قوي دي، اللي هي بيبقى عليها عروسه وبتعمل لما بتدوس عليها بتعمل ايه كده بالظبط. انا بقى العروسه دي قطعتها من التوكه. لا عايشه. قطعتها من التوكه. بتقولي عليا وبنت لها استنى عملت لها بوكس، بس مش زي كده يعني، احنا كناش اغنياء كده. بوكس، عارفه كانت بوكس الجزم والحاجات دي، ولزقت لها وعملت له بيت صغير بقى ومخده ودولاب، وعملت له لبس صغير وشماعات. ده بتصحي بعد ما قطعتي راسه. وسميته تشيبو تقريبا. فانا كنت تشيبو ده بجد ليلتها عملت عيد ميلاد تشيبو عشان كان بقاله سنه في البيت. وعزمت اخويا وعملت له تورته صغيره بالميه والدقيق، وعزمت عيلتي كلها عشان يجوا وعندي فيديو على فكره من العيد ميلاد ده. احنا محتاجين نحط الحاجات دي في الحلقه عامه. انا حطها اكيد. لو حد في موضوع النوستالجيا تمام كان بيفتكر حاجات وزعلان، دي كده حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟ انا حاسه انه المشاعر ساعات المرتبطه بحاجه قديمه كده بتبقى تقيله قوي. بحس ان هي ساعات بتبقى واقفه في سكتنا ان احنا نشوف الحلو اللي في الموضوع يعني. عارف انه ساعات بتوحشنا مثلا حاجات قديمه جدا كده، مثلا لما نشوف فيديو قديم. بس لما الاحساس الزعل ده بيروح، الواحد بيقدر يشوف اكتر قد ايه كان في مثلا حب حواليه، قد ايه كان فيه يعني بتقدر تشوف الحلو اللي كان موجود في الموقف. اوكي. يعني اخد الحاجه الحلوه من الحاجات القديمه، ده الاحسن بالنسبه لي. تقصدي كده؟ يعني عدي على الاثنين. عارف لو انت عايز تبص على ذكرياتك، حاول ان انت لو حاسس ان هي تقيله وصعبه، بحاول ان انا عشان انا عايزه اشوف الحلو اللي فيها برضو يعني. مش عايزه ان انا كل مره افتح ذكريات اقعد اعيط وازعل. بس ممكن اقعد وانا فرحانه يعني. ممكن افرح بقد ايه انا فرحانه بكل اللي حصل ده وقتها، بعيد ميلاد تشيب والعروسه بتاعت التوكه. حلو ده. استني عايز اطلع حاجه كمان عندك. ليه ايه في قلب بس كده شفته ده ولا ده مش قلب؟ انا لا غنيها عربي يا جماعه بجد. وقفت عنده في KG 1 ما كملتش من ساعتها. إيه؟ انا عايزاه ده راب. حاول تراب وكده وافتكر مين كان بيراب كده. انا عايز اكل بطاطس واحط عليه كاتشب بس. لا استنى هدي لك ريتم ماشي. ده شعبان عبد الرحيم ده بجد. انا عايز اكل بطاطس واحط عليه كاتشب، بس مامتي قالت لي لا عشان خايفه لحسن اتعب وايه. تحياتنا لمامت كريستينا يعني. الله يصبرك. صاحبتي اسمه. كمل الاغنيه بتكمل. انت ده الكورس التاني. ده كورس ايه؟ ده كلزون. عشان ما انساهاش. لو عايزين تبقوا فنانين برضو، دي هاك برضو لطيفه. خدوا معاكم ورقه صغيره حطوها في جيبكم، عشان كل ما يجي لكم انت بتبص لها كده ليه؟ كل ما يجي لكم ايحاء انه في فن هيطلع برضو موسيقي، تكتبوا بقى الكلمات دي. طيب 100 مره قلنا ان في فرق بين الفن والعن تمام. ده عن واحده بس. ليه بقى؟ اسمعي الكورس الثاني. صاحبتي اسمها منيره والثانيه اسمها سميره. منيره قالت لي عايزه اقابل منيره وايه. ايه طلعت انا بايه؟ ما كانش في وقتها العلاقه الويرد اللي ما بين منيره وسميره. ما كانش في الويب سايت اللي بتحط فيها كلمه وتقول له انا عايز رايم مع الكلمه دي. الحمد لله ما كانش في حاجه. على فكره ده من قبل الشات جي بي تي. تخيلوا بقولها كانها بقاله 3 سنين اصلا. الحمد لله. دخلوا بقى بوكس حاضر. هو انت عمال تكمل كده عادي؟ مفيش انا ماليش انا دور ولا ايه؟ طب ماشي. انت شكلك مخبي حاجه هنا مش عايزه اشوفها. انا مخبي حاجات؟ ده انا جايب لك حاجات اصلا تفضحني. ايه وانا ما لقيتهاش لسه؟
انت بتحوش فلوسك بالطريقه دي ولا ايه؟ كل واحده حبيتك اديتك 5 جنيه. عمولات نادره. واو، هو انت بجد عندك كام سنه يا وائل؟ واو، ومتلزقه بسوريتاب. انت التاريخ بتاعها ده كام؟ 50 قرشا 1961 القاهره في 31 يناير فيري سبيسيفيك. انت عارفه 61 ده من كام سنه؟ اوه يا وائل، بتشتري وقت 65. ايوه. 81 كاري 1 في صباعك ده. استني بقى في حالي، استنى بقى. هو ايه كل اللاف ليترز اللي انت عاملها دي؟ ده برضه لاف ليتر؟ انا مش شايف ايه ده فيعني. انا حاساه شعر وشكله هيبهدلني في العربي. ايوه انا كنت بخش مسابقات شعر وانا صغير في المدرسه. بحب اللغه العربيه جدا. واو، بحب التنوين انا والتشكيل. برضه عملت مسابقه شعر. مسابقه شعبان عبد انت الرحيم. اتريقت عليها. ايوه ده الفرق بقى طب يعني. اقرا جملتين. مش هتعرفي. تغرق الجمع من تفرق اصلا. تفرق، على فكره شكلها غين. تفرق الجمع من حولي، انصرف الجميع فلم يعجبهم قولي تفرق الجمع مناخيري. خد يا وائل. انا مش فاكر انا حاطط مناخير في فلم حاجه. يبقى سواي وحدي وقلمي. لا ده مش شعبولة، ده مش هينفع. ملكته زمام امري. بص بقى، بس انا خايف حد يسرقها فانا مش هكمل. لا، غير دي بس عشان حكاية خايف دي. عليك. ايه ده كان عيد ميلادي ده. عشان احس بالاكسبيرينس. ايه ده؟ رقم جلوس ثالثه ثانوي، امتحان عربي والدين. بصي، ده رقم جلوس بتاع كان اخر سنه ليا في المدرسه. كان نفسي في امتحان الدين ان انا اكتب الايه كامله. كنت عمري ما بكتبها كامله. كان دايما في كده حديث بنكتبه وفي صوره. تمام. على فكره انا كمان كنت بحفظ الحاجات دي، كنت بجد؟ بكتبها. تشرحليش. انا عمري ما كتبتها كامله. انا كنت بكتبها كامله. انا عمري ما كتبتها كامله، فكنت هموت واكتبها كامله. فعملت ايه؟ كان معايا موبايل، رحت طالع موبايل وطلعت الصوره. انا بقولش ان الكلام ده صح تمام، بس انا كان حاجه جوايا نفسي اعملها في اخر امتحان دين. رحت حاطط الموبايل كده بين رجلي. امتحان الدين امتحان كمان. الدين. ماشي. ورحت فاتح الصوره وبكتبها. حلو. حظي الاسود الموضوع يمشي كده ابدا. اللي ماسك اللجان كلها بتاعت المنطقه التعليميه بيعدي على المدرسه اللي انا بمتحن فيها، واقف قدام الفصل اللي انا بغش فيه. حلو. وانا في النص تمام. وانا صغير لما تقولي بتعمل كذا انا بعمل كذا تمام. انا ما بكذبش تمام. او بضرب بوكر فيسو. اتفقت؟ بتعملوا ولا ايه بقى؟ هو جه بص لي وانا بقى ببص موبايل ببص له انا بغش تعالى من غير ما اتكلم. ايوه قعدت كده. فراح جه راح مطلع الموبايل وبعد كده بص فالرياكشن حاجه تانية خالص. ايه؟ قال لي ما شاء الله عليك يا ابني متوتر في الامتحان فمطلع قرآن بتقراه. انا بقى الافيه حكم هموت واقول له حضرتك الامتحان. بس خلاص الافيه ولا حضرتك لا مؤاخذه. الافيه ولا مستقبلي الافيه. واضح ان احنا الاثنين مش واخدين بالنا احنا في امتحان دين. هو خرج من هنا الاثنين موجهين واقفين بقى مسكوني بهدلوني. هو ايه انت فاكر ده ايه؟ الله بس ده كنا ساعتها كنا امريكان فكانوا بيسيبونا كده. ما كانش الموضوع فيري ستريكت يعني. لا بقى احنا كنا ستريكت. طب ايه بقيه العلبه دي فيها برضو حاجات ولا العلبه دي مليانه؟ اللي انت بتهينيه ده التيكت ماتش. ده اهم ماتش في تاريخ مصر تقريبا. اوه على فكره انا شفته. عارفاه؟ طب ماتش ايه؟ مصر والجزائر. ايوه ايه اللي حصل فيه؟ وورلد كاب مصر كسبت. برافو عليكي. شفته بقول اند وانبسطنا. ده كان فيه ستوري بيهايند. مصر لما تكسب هنا في مصر 1-0 يروحوا يلعبوا ماتش تاني في السودان. والماتش اللي في السودان ده احنا خسرناه. الماتش ده لو بصيتي على التيكت شوفي التيكت طبعت رقم كام. وسط 80,000 تذكره لان ساعتها استاد القاهره كان 80,000 تذكره. 5. رقم 5 جبتها بشطارتي ابدا. عملت ايه؟ سرقتها؟ وسايط. لا كان معانا في الفصل ابن مدرب بتاع منتخب مصر كان بيودينا للماتشات ويجيب لنا التيكتس وكنا عايشين احلى حياه. كنا نخش البيت عنده تلاقي عصام الحضري تلاقي ابو تريكه زيدان متعب. كان طفوله جميله جدا. ايه ده؟ كان وقت النوستالجيا ده من اكتر الاوقات اللي بحبها جدا. حلو على فكره. حلو الصراحه. بعض المدرسه الثانيه اللي كانت بتعاكس تخش بنتطور. مدرسه بتعاكس بنروح مدرسه فيها ايه ذكريات. انا خايفه اكمل البوكس. انا عايز اقرا دي. انا مش فاهم لا ايه دي. لا دي ما انت هتفهمها جوه جوه الايه. انت شوف النوته بتاعتي وهتفهمها. دي نوته مرسوم عليها. انا فاكر حاجه كده شفتها وصغير. حاول تخمن النوته دي جواها ايه طيب قبل ما تفتحها. دي هومورك. دي هومورك صح اللي بنكتب فيها ماشي. انا ده متخيل. انا فاكر الكراسه بتاعت الهومورك كانت حاجه صغيره بس هي مكتوب عليها مذكرتي. لا افتحها من الناحيه الثانيه. مدارس المانيا ما كناش عندنا فكره. افتحها العكس. ماين مذاكره. ذا جوك نوت.
انت دمك خفيف وكده من وانت صغيره. تمام. In this note there is one لا there is a lot of jokes. رهيبه في الانجليزي. They are so funny. وهي بتضحك على كلامها، هو لسه ما قالتش حاجات. نو. لا ما تتكسفش، انا فخوره بالنكت دي. ما انا مش عارف اقراها عشان اتكسف. تمام يعني انا مكتوب طب يا ريت هقرا لك حد نكت. انا دي تتاخد سكرين شوت حط فوقيا. تمام عشان اعرف اقرا حد معايا كده. 3 ميز كانوا بيكتبوا مع الاستاذ، كل ما يمسح السبوره يقطعوا الورقه. تلاميذ بيكتبوا مع المدرس، كل ما يمسح السبوره يقطعوا الورقه. فاهم؟ بلدياتنا صاد سمكه وجدها حيه. هو انت لما بتقولي نكته بتقوليها باللغه دي اللي هو ثم ذهب وقال اين تروح؟ كان عندي كتاب كنت ساعات بنقل منه النكت اللي هي حلوه قوي. ده زيرو كرياتيفيتي. زيرو. راح غرقها عشان تموت. طب ممكن احمد سعد رياكت. ممكن اقول لك النكته اللي انا حاسه ان هي بتضحك قوي. انت كاتبه كل ده نكت بايخه بجد. النمله كانت عايزه تنتحر، نطت من السجاده. حرام عليكي، حرام. انا اللي هنط دلوقتي. طب عامه الكتاب ده حلو جدا، يوم من الايام هترجعي له. ما هو احنا في يوم من الايام دلوقتي وما في. سأل الطفل جدته هل تستطيعين يا جدتي ان تاكلي البندق؟ اجابت الجده ليس عندي اسنان اكسره بها. قال الطفل رائع، احتفظي لي بهذا البندق حتى اعود. شاويش. القصه خلصت. ايه البور اللي في الستوري؟ طيب بيعايرها ان هي ما عندهاش اسنان. انا مش فاهم. طب فين الضحك؟ استنى كده، استنى يعني هتعرفي الافيه؟ ما هو انا قريتهولك. مش ضحكت. it works. واحد شاور لتاكسي وقال له نادي الشمس. قال لها ناديها بنفسك. انت ليه مصممه تكملي وبتضحكي؟ عشان البانش لاين. بانش ده اللي هفنش والله. هو انت واخد ادوار كتيره ورا بعض. استنى انا بقى دوري. في حاجه انت حاسس ان هي لازم تبقى في اقلام هنا؟ هو ده سوفينير يعني او حاجه ولا ده؟ بقول لك ايه صحيح، انا عملت حسابي في موضوع. تعالي نلعب اتوبيس كومبلي. يلا بينا، جاهزين؟ امم يلا. هنلعبها مثلا على شكل ايه؟ مثلا 10 بوينتس. ماشي. حلو. كل بوينت عشوائي اللي هيجي في بالي هقول فيه حرف، وايا كان الحاجه اللي هتطلع. جاهزين؟ الاجابه تبقى سريعه قوي على قد ما نقدر. سريعه يعني محتاجه سرعه ما بديهه، تشمرليش. ذكاء. ما تشمرليش. جاهزين؟ 3 2 1. ولد بحرف الواو. وائل. ماشي. شكرا. سيبها لها عادي. لا مش عايزه بيتي بوينت على عادي. فكره، انا جبتها بوينت. بلد بحرف اللام. ليبيا. ليبيا. انت بتشوحي كمان. طب بلد تاني بحرف اللام. لبنان. اوه. ثانك يو. نبات بحرف الميم. لبنان. ايه ده؟ ملوخيه. ايه ده؟ حلوه. انا ملاحظه. حيوان بحرف الالف. اسد. اسد. حافظ يا مش غشاش. فاهم. حافظ مش فاهم. ايوه. جماد بحرف الطه. ترابيزه. لا لا استنى خليني اركز، بس اديني فرصه. ايه؟ طارق. ظرف طارق. طيب. طيب. طب ايه طيب؟ طبلة. لا صح. طائر بحرف اله. خلاص. طائر. انت لسه بتفكر. احنا خلصنا. طائر بيطير. متأكد انه واو. بلد بحرف اللام تاني. ليسابون. لا دي ليتوانيا. مدينة. حلوة ليتوانيا صح. دي كفاية في بلاد 2 بقى، بوينتس. كفاية بلاد، عمال Two ياخد points. البلاد مني. بنت بحرف الكاف. كريستين. كاميليا. كوكو. كولينار. كوثر. أكلة. أنا عارف إن عمرها ما اتلعبت في أتوبيس كومبليت، بس لا يلا بينا. أكلة بحرف الباء. بسلة. بامية. يو. يمكن انا عندي مشكلة في السبيتش، عارف اللي هو بطيئة شوية. مشكلة واحدة. اوه. حيوان بحرف اللام. لاين كينج. طب والله بوينت عشان الكرياتيفيتي.
حيوان بحرف الميم. حيوان بحرف الت. اوز. استنى هو انت عارف حيوان بحرف الت ولا تمساح؟ واضحه تمساح الحوار يا تيدي بير. تمساح ايوه مش عارف احنا وصلنا كام بوينت او كام سؤال. هنسال 2 كمان ماشي. بس حرفين الاسرع. يلا جاهزين؟ اه بلد بحرف الالف. الاتحاد السوفيتي. اسبانيا. المانيا. اوكي. نبات بحرف الياء. يوزو دي يين يانج. لا يين يانج ايوه اللي هي يين بالال، عارف اللي هي مش بتتنطق بتبقى سايلنت. دي تعليم ايه؟ ده من اللي بتحطها في بشمعه وبتطلع روايح. انا عارف، انا حاسس، انا متاكد ان انا كسبت، بس ما عدتش. بس انا عارف كل شويه بتقول وائل فبكسب في دماغي. انما انا اعتقد سكورك هيبقى على فكره ما قليل. يحبوش الناس اللي هي بتتكلم كده عن نفسها، عارف؟ مين دول؟ تقول انا اصلا كسبان. مين هم؟ هم زي اللي لما معانا بيقولوا هنا. لك. تمام، مين هم كلهم. طيب هنسيب السكور ده للناس تحدد مين اللي كسب، عشان انا مش هعد الصراحه. اكيد طبعا هيقولوا انك انت كسبتي، بس حابب ان يبقى فيه 5 جد كده، بما ان احنا فتحنا التوبيك كله بتاع النوستالجيا. حلو. عايزين نعرف ازاي يقدر يكون عندنا علاقه كويسه مثلا مع ذكرياتنا، او مثلا مع حاجه زي النوستالجيا كده. يعني احنا مثلا عملنا بوكسز بنجمع فيها الذكريات بتاعتنا، طلعناها وكانت اكسبيرينس لطيفه. بس بحس انه ناس كتيره ما عندهاش نفس طريقه التعامل دي مع ذكرياتها. يعني مش كل حد بالنسبه له سهل قوي انه ذكرياتي تبقى حاجه حلوه، لكن في ناس كتيره ما بتكونش قادره تتعامل مع ذكرياتها او مع حاجات كانت تقيله مثلا من زمان، مش كده؟ هل فكره النوستالجيا اصلا دي فكره صح؟ يعني هل صح ان انا افضل محتفظ بحاجات من الماضي، ولا دي بتخلي حاجه في شخصيتي ان انا بتعلق بحاجات قديمه ومفروض ابص للمستقبلي او اركز للحاضر؟ يعني الكونسبت صح؟ ما هي على اساس انا بعملها كايه؟ هل انا فعلا بعملها كذكريات جوه بوكس وقادره اطلعها واتفرج عليها، ولا انا فعلا طول الوقت في يعني قاعده بعيد وازيد في اللي فات ومش قادره افصل نفسي عنه؟ يعني بتحس برضه في ناس بتقابلها وتحس ان هم عمالين يتكلموا على زمان ومش قادرين يفصلوا خالص، تحس ان هم لسه متاثرين بيه او فعلا في مشكله مضايقاهم عمالين يعيدوا ويزيدوا فيها. فدي اللي بحسها وقتها الذكريات دي مأثرة عليا بطريقة سلبية، بطريقة مش كويسة. لكن أنا يكون عندي ذكريات حلوة وأجمعها، دي حاجة حلوة. وعلى فكرة اللي بحسه برضو حاجة ناس كتيرة بتحكيها، يعني في سن أكبر بيقولوا إنه أكتر ذكريات أساسا بتيجي تاني بتكون الذكريات اللي هم كانوا موجودين في اللحظة فيها بطريقة يعني من غير تليفونات، من غير ما يكونوا ايوه عارف. ما كنتش اسمها ايه، ملهية ايوه. انا على فكره من حاجة الناس تانية. دي. انا بحب الوقت اللي ما كانش فيه تكنولوجي، ما كنتش مشتت ولا ديستراكتد باي حاجه، مجرد بعيش اللحظه. فاكر وشوش الناس اللي كانوا معايا، اللعب اللي كنا بنلعبها، اللعب اللي كنا بنلعبها فيزيكال كده بايدينا، بنعمل مثلا بطوب ونحط حاجات على الارض. الحاجات دي بتبني ميموريز كتيره. بس بما انك انت فتحتي التوبيك ده، عايز اسال حاجه. كل الناس بتفتكر الميموريز بتاعتها؟ يعني واحد من اعز اصحابي ليه كلمه كده، لما بقوله فاكر يقول لي ما بفتكرش. هي كلمه دايما الرد بتاعي يقول لي انا فاكر من سن كذا، بس وانا صغير دي اللي هو واحنا كنا صغيرين هو 10 12 13 سنه، فاوريدي في ميموريز وفي وعي. الكلام ده صح ان في ناس بتنسى ولا بتبقى عايزه تنسى؟ يعني انهي واحده فيهم؟ في ده وفي ده. يعني انا قابلت ناس برضو ما كانش عندهم ذكريات خالص من طفولتهم، او مش حتى طفولتهم لغايه سن 18 مثلا، مش فاكرين ايه اللي حصل قبلها. فوقتها احنا ممكن نبدا نفكر طب ازاي مش فاكره ايه اللي حصل. طبعا احنا اول حاجه بنبص عليها بنشوف هل في فعلا حاجه في المخ، يعني هل في حاجه حصلت من ناحيه مثلا طبيه او في الجسم، ومن ناحيه تانية هل في مخ. دي حاجه حلوه. انا بعتبر الناس اللي جايه لي عندها مخ. لكن ولا هي حاجه نفسيه، لان هي نفسيتنا اصلا بتقفل الذكريات. لما انا اكون مثلا في موقف متعب جدا بالنسبه لي او موقف مؤذي جدا، انا اصلا من حمايه جسمي ان هي بتوقف فكره ان انا اكون واعيه باللي بيحصل حواليا اصلا. يعني عقلي بيحاول يبعدني عن الموقف، فاصلا مش بستوعب ايه اللي بيحصل في لحظتها، بحس ان انا برضو مش شرط افتكر ذكريات بطريقه معينه بعد كده في المستقبل. ففي ناس اوتوماتيكلي دماغهم هي اللي بتفصل الموضوع، وفي ناس مبيبقاش عندهم اصلا ذكريات.
كلنا يعني كلنا برضو ممكن تقول بدرجات معينة، بس في ناس فعلا ما بتكونش قادرة تفتكر خالص ذكريات، وفي ناس ما تقدرش تفتكر ذكريات معينة مثلا او مم. حاجات معينة عن اهلهم او مثلا اصحابهم، ذكريات معينة في الطفولة. ودي وقتها ممكن برضو تكون ليها دعوة بحاجة مثلا صعبة حصلت لي وانا صغيرة، فبحاول ان انا ابعد عنها بطريقة واعية. يعني انا اصلا نفسيتي بتحاول ان هي ما تفتكرش حاجة وحشة حصلت، فبتقفلني عنها. مم. وبيحصل لك برضو، يعني انا حاجه برضو بحسها ان احنا ساعات بيجيلي مثلا ريحه معينه من زمان من ولا مم. حاجه، يعني عارف اللي ايوه هو افتكر حاجه وتيجي ريحه معينه، ايوه او تفتكر حد فتفتكر ريحته مثلا اه جدي مثلا او جدتي. عندك كده؟ دي بالظبط انا لما الناس الكبيره عندهم كده برفيومز معينه هم بيستخدموها من زمان، تمام، فهو جنريشن قديم، فساعات بشم برفيوم مثلا بتفكرني فعلا بجدي، وما بقاش فاكرها خلاص، واقول مثلا عمري ما هفتكر البرفان ده تاني او الريحه دي تاني. لما بشمها ساعتها انا دي ريحه جدي، انا ريحه البيت اللي كنت فيه. في ريحه معينه مدرس كان بيحطها مثلا. في حاجات كده فعلا الريحه دي بتفرق معايا جدا، خصوصا ليتلي يعني لما حصل ظرف كده وفي ريحه معينه شميتها افتكرت بيت جدتي. افتكرت جدا الموضوع ان هو حاجات بتاخدك لفتره قديمه. انا عايز اسال حاجه بس مش عارف ازاي احطها في صوره كلام، مش عارف اصلا ده ريليتد بالتوبيك ولا لا. تمام؟ هل بما ان احنا بنتكلم عن الحاجات القديمه، الهيستوري بتاع الواحد والماضي بتاعه في حاجات ليها علاقه بقصص حب، انا عارف ان هو قد يبدو سؤال كرينجي شويه بس سؤال بجد، تمام، مفيش بعض اللترز اللي احنا قريناها بتاعتك. الاكسبيرينس القديمه هل تاثر على الواحد ولا ما تاثرش عليه لما يفتكر مثلا حاجات خلاص كل واحد يعني بقى في سكه تانية ومع شخص تاني والكلام ده كله؟ هل ده الواحد لما يفتكر ممكن يتاثر؟ التاثر ده معناه ان هو لسه متعلق ولا لا؟ وهل التاثر اصلا ده حاجه صح ولا حاجه غلط ان هو يفتكر واحده كان بيحبها، مشاعر معينه، اكسبيرينس معينه، الكلام ده كله؟ هو برضو ليها دعوة بمهارة ان انا قادرة قد ايه افصل انه دي ذكريات، اوكي. يعني افصل ما بين الماضي وافصل ما بين الواقع. عارف يعني انا لو قادرة اخد بالي انه ده في الماضي وحصل، ووقتها هقدر ان انا احطه في بوكس وابعده على جنب، فهتبقى حاجة زي انا بفتحها وقادرة اتفرج عليها. عارف؟ لكن لما اكون دلوقتي حالا مثلا بفتكر حاجة قديمة ومش قادرة وزعلانة عليها، ده ممكن مش في كل الاحوال، بس ممكن يكون ليها معنى تاني. عارف؟ انا مفهوم. ممكن مثلا انا نفسي في حاجه ناقصاني دلوقتي، فافتكرت مثلا ما اعرفش زمان ايام شبابي ان انا كان عندي حد كان مهتم بيا بطريقه معينه، بس مش معناها ان انا عايزه الشخص ده من زمان مثلا، لكن انا مثلا بفكر في حاجه ناقصاني دلوقتي مع الشخص اللي انا معاه. يعني ممكن على حسب طبعا انا جايه بانهي قصه، والذكريات دي بالنسبه لي بتاثر فيا ازاي. مم. رحت الجامعه قريب عندي، جامعتي، وبعدين لما كنت بتمشى في الجامعه كده تفتكر حاجات انا ما كنتش متوقع ان انا هفتكرها. الذكريات بتخلي الواحد مبسوط، او انا بالنسبه لي اعتقد ان انا من الاشخاص المتصالحه مع الماضي بتاعها. يعني ما عنديش حاجه معينه انا عملتها انا حاسس ان انا متضايق منها ان انا عملتها او ashamed منها، وفي نفس الوقت ما فيش حاجه حصلت لي انا حاسس ان انا عايز ادفنها او ما افتكرهاش. كان ممكن يبقى في اوقات معينه من حياتي كانت حاجات بتضايقني، بس مع الوقت ومع النضج ومع السن والكلام ده كل واحد ابتدى يبقى متصالح، بل بالعكس بقى يفكر فيها ان هو يا لما الموقف ده يتكرر تاني هصلحه ازاي، او يوم من الايام يبقى في اطفال او حاجه ازاي ما اخليهمش يخشوا في نفس التجربه دي تاني عشان احميهم وما يتضايقوش، ما يمروش بحاجه مش حلوه، ما اتعلمش معاهم، لان هي طبيعه شخصيات. اعتقد وانت ممكن تصححين الكلام ده ان انا وانت ممكن نتعرض لنفس الموقف. الموقف ده انت تعديه، انا يفضل معلم في حياتي، وافضل كل شويه لما يحصل نفس الموقف ده اخاف منه، او قبل ما يحصل اخاف منه او يجي لي ذكريات وحشه. ايوه، وليها دعوه قوي كمان بفكره الندم. يعني عارف ازاي مثلا انت بتقول انا متصالح مع ذكرياتي، ودي حاجه حلوه جدا. عارف ان ده مش سهله لكل حد ان هو يعني يحس ان هو كده عارف سالك كده مع كل ايوه حاجه عملها او حصلت له في انا حياته. سالك يعني، صح؟ انت شكرا. كلك مسالك. شكرا. كملي. بس فكره انه في ناس او في كتير مننا بيحس ان هو لسه ندمان على حاجات حصلت زمان، فده معناها ان انا لسه شايله بقى مشاعر من زمان لسه بتاثر عليا في الواقع دلوقتي. فان احنا نبص على الذكريات دي بطريقه مختلفه، ان احنا نحاول نحطها مثلا الحاجات اللي حصلت او اللي عملناها في سياق مختلف. يعني ازاي ده فادني ان انا اوصل النهارده للي انا فيه ده.
او ازاي اقدر استخدمه ان انا احسن حاجه في حياتي مثلا. عارف ان انا ما افضلش دايما اندم على حاجه حصلت زمان. يعني انا دايما بقول لنفسي انا وقتها عملت كل اللي انا اقدر عليه بكل اللي كان معايا. عارف اوكي. فلما ابص النهارده على ذكريات قديمه طبعا انا النهارده هكون مثلا بعملها بطريقه مختلفه. يعني هتعامل مع موقف معين بطريقه مختلفه عن وقتها. مم. فمهم بالنسبه لي ان انا ارجع، لا انا برجع بذكرياتي كمان بفتكر انا كنت عامله ازاي وقتها وكان معايا ايه. مم. عارف فده بيساعدني ان انا اتصالح مثلا او يعني ما يكونش عندي فكره الندم، ان انا ما اكونش ندمانه على تصرف او على حاجه حصلت، باني اكون واعيه بان انا كنت شخص مختلف برضو وقتها. ما كانش اوكي. بالنسبه لي في فرصه تانية ان انا اتعامل بطريقه مختلفه. ليه لما قلتي بفتكر رحتي عامله كده؟ عشان بفتكر تمام. الفكر بيجي من هنا. انا فهمتك. انا فاهم؟ فكرت بتهرشي بس بعد كده لقيت ان لا انت عملتيها اكتر من مره. على فكره الذكريات في الهيبوكامبس. فين الكامبس؟ الهيبوكامبس هنا. زي أوكي. الهيبو. عشان كده الناس لما تتخبط هنا بتفقد الذاكره. دي للاطباء بقى، ما اعرفش. انا حاسه ممكن حد يتخبط هنا برضه يحصل عادي له صح؟ حاجه. لا مش عادي. طيب ايه من النوستالجيا عندك او من الحاجه القديمه اللي استخدمتيها ونفعتك، او غيرت حاجه في الكارير بتاعك، او استخدمتيها لما كبرتي بطريقه متطوره او مور ديفلوبد واي؟ هو يعني مثلا كان في مشروع انفلونسر وانت صغيره مثلا كنت تحبي تمسكي المايك. كانش في حاجه اسمها انفلونسر. طيب بلاش. طبعا موضوع خفه الدم ده اكيد من وانت صغيره بتنميه بكتاب الكتب بكتاب النكت اللي انت كنت عاملاه، فدي عرفناها. لا حته بقى تحبي الظهور قدام الكاميرا. كنت فعلا انا فاكره اول ما طلعوا الموبايل كان فيه الاديت الاولاني ان هو انت تخلي حاجه تختفي. دي ما كانتش سهله على فكره وقتها. انت لما بتعملها بالموبايل النوكيا اللي حاجه الفليب فون دي، يعني عارف لما تصور حد عارف لما تصور حد بعدين مره واحده يختفي في الفريم اللي بعديه. ايوه دي في بقى نفس انت الفريم. بالنسبه لك سهله قوي دلوقتي. ماشي، بس دي زمان ما كانتش سهله. فانا فاكره انا كنت بقعد كتير قوي عليها علشان اخلي حد يختفي من انت الكادر. شقيه من وانت صغيره. ميرسي. اوكي. لا والادرس بتاعتك شقيه جدا. ميرسي. في فيديو كده ليا حد من صحابي بعتهولي، ما كنتش عارف ان هو موجود. كان في حفله في المدرسه وبعدين مايك والكلاس كله بيمسكه، انا ماسك المايك مش عايز اديه لحد. الحديده دي بتاعتي، هو مش شغال عامه. بالظبط تمام. عشان كده انت بتقربي انا بزعل. تمام. المايك ده بتاعي. سنين تعدي بقى بعد كده وفهمت بقى الفكره. انا وانا صغير كنت بحب اطلع دايما في الاذاعه. عشان كده بحاول اربط ده بالتوبيك اللي احنا بنتكلم فيه. وانا صغير كنت بحب المايك، بحب الاذاعه. هل هفضل طول عمري في الفصل وماسك البتاع وانا شحط كده في المدرسه؟ لا. اخدت الموضوع طورته شويه. كنت في اتحاد طلبه في الجامعه، اي ايفنت في الاف الناس اطلع بتكلم قدام الناس. خلصت جامعه اخدتها على السوشيال ميديا. فاعتقد ان هو ده النوستالجيا الصحيه. اعتقد يعني او الصح ان عندك حاجه من زمان ما فضلتش واقف عندها. يعني بتضايق جدا لما الاقي ناس واحنا كبار كده في السن وجايين كل الاهتمام بتاعهم وكل الحديث بتاعهم قد ايه الناس كانت جامده في الجامعه وكان عندهم اكتيفيتيز وكانوا يعرفوا مش عارف ايه وبيعملوا. وقفت كل حاجه عن كده، مفيش تطور. دي بالنسبه لي نوستالجيا غير صحيه. ممكن. وعارف بحس ايه اللي بيساعد جدا كمان، حاجه بنعملها في العلاج النفسي او عامه حتى الناس اللي بتعمل تاملات ومديتيشن، ان انت بتتخيل مثلا ان انت قاعد على ترابيزه، وفي التخيل ده مثلا جيت انت كمان 5 سنين، وجيت انت كمان 20 سنه مثلا، وجيت انت من 10 سنين، وكلكم قاعدين مع بعض على الترابيزه وبتبصوا لبعض. بتتكلموا في ايه؟ عارف؟ او مثلا احلى كمان لما اكون مثلا عندي مشكله انا بواجهها دلوقتي، بالظبط زي حاجه انت بتقولها كده، ناس كان نفسها تعمل حاجات كتيره ومش عارفه اعمل اي حاجه. فانت تفكر ماشي الشخصيه اللي هي انا مثلا كمان سنه هتكون بتقول لي ايه، او هتكون عايزه ايه مني. يعني انا دايما بفكر لما اكون واقفه قدام حاجه كبيره محتاجه اعملها بس حاسه اني مش عايزه اعملها هكنسلها احسن لي، اقول كمان سنه انا هكون عايزه اكون عملت ايه علشان اوصل للنقطه اللي انا هكون فيها. فبحس انه دي بتساعد برضو ان انت يعني عارف برضو مش انك تكون واعي باللي بيحصل دلوقتي وتبني على بعض. يعني ان انت تكون واعي برضو ان الوقت كله، يعني انك اكنك دلوقتي هتكون برضو كمان سنه، لان الوقت بيعدي بسرعه قوي. عارف انا بتخيل ان انا مثلا انا دلوقتي نفس الشخصيه اللي مثلا لسه واقفه في اوضتها وبتقطع عرايس بتعمل لها بيت، ونفس الشخصيه اللي هتبقى موجوده كمان 20 سنه. فبحاول ان انا في التخيل مثلا اوصل الشخصيات دي ببعض واقعدهم مع بعض. كلامك ده يعني كنت عايز اخلص الحلقه دلوقتي بس فتح دماغي لسؤال هساله لك. عايزه تردي عليه ردي، مش عايزه تردي قولي لي سؤال نفس السؤال اللي اساله لي. لو انت قدامك انت وانت عندك 10 سنين وبتتكلمي كلمه من القلب للقلب، هتقولي لها ايه؟ هقول لها كملي، خليكي تكملي ال
يعني افضلي الطفله اللي انت فيها، لان انا حتى وانا طفله كنت طفله اكيد. كنت بحب ابقى كرييتيف جدا، كنت بحب ارسم والون واقعد اصور نفسي وانا فعلا قدام المرايه وبمثل وماسكه مش ماسكه ميكروفون، ما كانش عندي الميكروفونات. اوكي. وكان نفسي جدا ان انا دايما اعمل حاجه في الحته دي، او ان انا كان نفسي جدا برضو ان انا اكون دكتوره. طلعتش دكتوره بس بيسموني دكتوره هنا. مم. فحاسه ان انا هقول لها لا كملي في الاخر كل حاجه بتحصل، كل حاجه انت نفسك فيها تقدري تعمليها، بس كملي وخليكي عارف بيسموها سذاجه شويه، ان انت تصدق ان انت ممكن تعمل حاجات كبيره كده، فتمسكي في السذاجه دي، لان هي فعلا بتوصلك لحته يعني هتقدري توصلي بيها حتى لو اللي حواليكي مش مقتنعين. حلو طبعا مش الكلام ده. هتفهم اي حاجه من ده، واحده عندها لا 10 فاهم. سنين ايه الهبل ده هي ساعتها لو ايه هاتي اللعبه بتاعتي. يعني ايه كلمه سذاجه دي اصلا؟ طيب. انت بقى هتقول ايه؟ انا هقول لنفسي اهدى شويه على نفسك. كل حاجه هتحصل زي برضو نفس الفكره اللي انت قلتيها، ولكن ادي لنفسك شويه وقت. شنل بالجرم اللي هي شنال يعني بسرعه، بجد عكسها ايه بقى؟ لانجزام. ايه لانجزام مش لازم بالالماني تمام يعني بالراحه، اهدى، خد نفس. مفيش حد بيجري وراك، اللي عايزه هيحصل، ولسه في كتير، لسه في كتير. وفي الاخر هذه الحلقه انا لن انهيها ومش حابب انهيها خالص صراحه، ولكن كيكي هي اللي هتنهيها. قولوا لنا ايه ذكرى بالنسبه لكم فيها نوستالجيا، او مكان معين، او حاجه او ريحه بتشموها، او ريحه، او حاجه غريبه بالنسبه لكم بس انتوا لسه فاكرينها. او بتفكركم، بترجع بيكم بالزمن كده الحاجات النوستالجيا والحاجات القديمه. نلاقي كلنا عندنا حاجات متشابهه على انا عندي حاجات متخلفه.